اتفضل يا استاذ الاوردر. اوردر ايه ده؟ انا طالبه من ساعتين، انت لسه جايني دلوقتي؟ خد الاوردر بتاعك واتكل على الله، من هنا امشي. والله يا استاذ حصل الظروف في الطريق وكان في حادث في الطريق وانا خدت الطفل ورحت بيه المستشفى، فغصب عني يعني. هو انا ايه مشكلتي؟ هنفضل منتظرك وجعان ساعتين؟ يا عم انا مالي ومال الطفل، ما يولع الطفل هيولع اهل الطفل كمان. انا ليه اوردر طالبه؟ المفروض ان انت مالكش دعوه باللي حواليك، جيب الاوردر بتاعي وتجيني على طول. دي المفروض. على العموم غرفه ده هيمشي من هنا، يلا. طب يا فندم انت لو عايز ترفض الاوردر ارفضه بطريقه كويسه، بلاش الطريقه دي. انت هتعلمني نتكلم ازاي وما نتكلمش ازاي؟ طب يمشي من هنا عشان بص ما لبسكش بلوه. يلا امشي من هنا. ليه بس يا فندم كده؟ انت عايز تلبسني بلوه وكمان مخسرني الاوردر مش عايز تاخده. انت شكلك لكاك ومش عايز تمشي كويس. الاوردر بتاعك اهو اهو. طب بس بالراحه يا فندم. وكمان طيب. انا هنصورك. طب ليه؟ طب اللي انت بتعمله ده انا عملت لا، معاك انا حاجه هنصورك وحشه؟ عشان تحترم نفسك. يا فندم كل اللي بص يا حصل والله جماعة، حاله الولد انسانيه. اللي قدامي ده كان بيتهجم على البيت وعايز طب يسرقه. بس بالراحه يا فندم. طيب طبعا. طب بس فهمني بالله عليك، انت كده هتفردني من الشغل واكل عيش انا رفض ولا كده. تغور في داهيه. طب بس بالراحه يا فندم بالله عليك. يلا غور امشي من هنا. طب يا فندم اسمعني دلوقتي طيب. تمشي تلم الاكل بتاعك دي وتغور من بالله هنا. عليك امسح الفيديو طيب. انا مش ماسح حاجه. طب ما انا كده واعذارك خليها لنفسك، وبعد كده تبقى تحترم الاوردر بتاعك. اكل عيش امشي كده. يلا من هنا. يلا امشي، خد بس حصرك ده بالراحة وامشي. بس بالله عليك. بس فيها بس اللي حصل. فين الشاب المهزأ ده؟ طالب اوردر بقالي ساعتين، جاي يقول لي اعذار ويقول لي ان لقى طفل صغير راح وداه المستشفى. انا مالي؟ ما يولع الطفل واهل الطفل، انا طالب معلش يا حاجه أستاذ، بس تجيني. يمكن حصل معاه كده بالفعل. والله بالفعل. حتى لو حصل معاه كده انا مشكلتي ايه؟ يا اخي بقول لك التمس لاخيك عذرا من 70 عذر. انا مش ملتمس له حاجه، دي مش محترم. دي المفروض يبقى عارف على ان له فكرة. مواعيد توصل وله اكل لازم يوصل للناس. طب كنت مش يروح يعمل لي خلاص، عامل لكن لي فيها عمال ترمي الشهر. وشحطرت الاكل كده وشحطرت الدنيا كده. يا اخي اديني المعامله يا اخي. يا عم انا قلت له مشي، هو مش عايز يمشي، هو رزق. معلش ده شغله. هو طب يمكن خلاص هم ياخد صعبان شغله عليك. ويتكل على انت الله. على فكره كده خسرت لي الاوردر وانا هنشيله من حسابي. لا لا انا هنحاسبك عليه. تحاسبه ولا ما يا تحاسبوش؟ حاج بسيوني الدنيا مش كده يا حاج بسيوني. يا اخي انت المفروض كنت تلتمس لي عذر. يعني ما في ظروفه كده. يمكن التاخير ده خير. محدش عارف ده الدنيا. خير ولا شر؟ انا مش مالي ومال التاخير بتاعه. خلاص تعالى انا هنحاسبك انا الحاج. تروح تحاسبه ولا ما تروحش تحاسبه، انا مالي. مصطفى، شوف السلام عليكم يا مصطفى. ايه اللي عامل فيك كده؟ ماشي بابا بالعكس سيارة عربية خبطتني نزلت. حول ولا قوة الا بالله. طب وين لفك كده وعملت كده ازاي؟ واحد قابلني في الشارع خدنا وداني المستشفى وقال لي أنا معايا اوردرات على الصلاة ونجيتنا. الف سلامة على ابنك يا حاج بسيوني. الدنيا اللي جالك بالسلامة. طب انت هتعرفها يا مصطفى؟ طب بعد اذنك بس العلبه بتاعتي. استنى، وهدية يا بابا، قول يا مصطفى. وهدية اللي خده وداني انت كويس؟ انت الطفل اللي بتاع الكاستر؟ ايوه هو دي تكتشف ان انا انقذت شفت يا حاج بسيوني؟ وسبت يعني معاه انت واحد مش جاي لك صاحبي. اوردر بس، جاي لك اوردر وواحد كمان عشان خاطر يتولى موضوع ابنه. ربنا اللي بعده. بقول لك اديني المعاملة يا حاج بسيوني. التمس لاخيك عذرا من 70 عذر. خليك شايف يعني ربنا بعده في الوقت المناسب. انا اللي كنت بركزه، ابني انا، وانا اللي كنت عايز اذبحه، وانا اللي بهددك، وانا اللي اديت الاوردر بتاعك. خلاص لو مش حابب تاخده سيبه. مش حابب ايه؟ اوردر وانا هنام. انا اعتذر لك كمان، سبحان الله. ما تزعلش مني. انت فعلا طلعت شهم، وبصراحة أنا حسيت بالموقف لما طلع في ابني أنا كمان. المفروض الناس تتعظ، المفروض الناس يبقى عندها يعني طولة بال وتلتمس لأخيها عذر فعلا، وأنا ما التمستلكش عذر، سامحني. بالله عليك بس امسح الفيديو عشان انت كده هتقطع اكل عيش. فيديو إيه يا عم؟ أنا اللي هنزل لك فيديو شكر. نشكر المكان اللي أنت شغال فيه كمان، ربنا وأنا يخليك. أعتذر لك كمان. الاوردر اللي انت كنت طالبه ابو 200 300 جنيه اللي كنت زعلان عليه اهو نفس الوجه صاحب الاوردر اللي انقذك وحبك وجرى بيه وداه المستشفى. يمكن لو حد تاني اكيد كان هنمشي بسرعه. أيمان. لا الله يخليك. لا اتفضل انا طيب. مش ده انا اللي معايا اوردرات تانية. معايا اوردرات تانية والله ده انا لسه معايا متأخرش على لحد الساعة الناس. 12 تعال بالليل. اشرب معانا حاجة. الله يخليك المهم سلامتك طب أروح أجيب لك كويس. الفلوس من جوه. انت ما تزعلش. هو ربنا عايز لك كل شيء انت مشيت فيه النهارده ربنا مدبره لك. ربنا اللي طلعك من ابنك وربنا اللي بعتك الواد هو مرمي. كل شيء بأوانه هو.
كلها امور ربنا مرتبها، بس احنا ليها سبب مش اكتر. الله يعينك يا أخي، الله يعينك. دي بتوع الأوردر. طب بس دول كتير قوي. معلش لما اديتك مش هنوفيك اللي انت عملته. بتشكر على كل خير. ربنا يخليك تسلم. اتفضل. اي خدمة. ربنا يخليك. المفروض يا جماعه الواحد يلتمس لاخيه 70 جزء. يعني انا كنت بقول له انا مالي ومال الطفل ومال اهل الطفل يقول عليه. طلع الطفل هو طفلي، طلع متاخر عشان خاطري انا، طلع ربنا كان مسخره عشان ينقذ ابني انا، وانا ما التمستلوش العذر. يا ريت الرساله تكون وصلتكم، شجعونا الله بشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.